رد مصر على ما يسمى إقليم أرض الصومال. القدس ليست للبيع. في توقيت شديد الحساسية أصدرت الخارجية المصرية بيانا قويا بعد إعلان ما يسمى بإقليم أرض الصومال، افتتاح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة، خطوة اعتبرتها مصر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومحاولة لفرض واقع جديد بالقوة. الحقيقة ان الموضوع ده خطير جدا. ليه؟ لأن القدس الشرقية وفقا لقرارات الأمم المتحدة أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي اعتراف أو تمثيل دبلوماسي فيها يعتبر اعتداء على الوضع القانوني والتاريخي للمدينة. البيان المصري كان واضح وصريح: لا شرعية لأي إجراءات أحادية ولا اعتراف بأي محاولة لتغيير هوية القدس. والرسالة الأهم هنا في أن القضية الفلسطينية ما زالت قضية وجود، ليست مجرد ملف سياسي عابر. اللافت للأنظار كمان إن التحركات الأخيرة بتكشف إن الاحتلال بيحاول يخلق اعترافات جديدة بشكل غير مباشر، سواء عبر سفارات أو اتفاقات جانبية أو كيانات غير معترف بها بالكامل. لكن الحقيقة الثابتة إن القدس ستظل أرض فلسطينية أو أرض فلسطين المحتلة مهما تغيرت العناوين. سؤالنا هنا في ما وراء الحقيقة: هل نحن أمام مرحلة جديدة من فرض الأمر الواقع في القدس، أم إن الرفض العربي والدولي ما زال قادر على إيقاف هذه التحركات؟ المؤكد إن معركة القدس لم تكن يوما مجرد صراع على الأرض، بل صراع على الهوية والتاريخ والحق. حفظ الله فلسطين وحفظ الله مصر والأمة العربية. انتظرونا في تحليل قادم.